بسم الله الرحمن الرحيم. العالم يحترم مصر. الترند الأقوى والأكبر: مصر عظيمة. مصر لن تمر بما مرت به بعد ثورة 2011، ولن نمر بمرحلة كنا فيها نبحث عن أنبوبة الغاز ونبحث عن الإضاءة، وقطاع الطرق يقابلون في كل مكان. ولن نكون مثل الدول التي تم تدميرها وتهجير أهلها ووصولهم إلى مرحلة اللجوء إلى كل الدول لعدم وجود أمان ولا استقرار في بلدها. مصر لن تكون كبعض الدول التي أحدثتها تلك الفوضى التي كانت بناء على عملاء وخونة ومنشقين ومرتزقة الخارج، الذين انشقوا إما بجهل أو سفه أو ضلال أو بإغواء لهم وهم ضعاف النفوس. مصر قوية برجالها وأولادها. مصر لن تعود إلى هذه المراحل التي مرت بها، ولن يكون هناك استقرار إلا إذا تم القضاء والقبض على هؤلاء الشرذمة وهؤلاء المأجورين الذين يعملون لصالح دول. يعني معنى إيه دولة بتدعم ناس زي دي؟ يعني إيه معنى دولة بيتناقش قضايا عالمية كقضية البيئة والاحتباس الحراري وقضايا الحروب وقضايا مش عارف ايه، تتكلم على واحد عشان طلعوا من حبس واحد تعدى علينا بالقول وكان محرض أساسي على الجيش والشرطة وأبناء الشرطة وأبناء القوات المسلحة وأبنائهم ونسائهم، وعلى القضاء وتحريض بكل وحماية، ويأخذون الحماية بحتة ورقة اسمها جنسية. انت خلاص انت خد جنسية من بره، ايه اللي جابك مصر وبتتكلم على مصر لما انت طلعت بره؟ انت داخل معارض في البلد. لو انت معارض محترم هيجي وقت هتطلع، لو انت راجل محترم هتيجي وقت وتطلع. ماشي، احنا ما بنحجرش على الرأي السياسي، لكن ان كان الرأي فيه خراب للبلد فدي مش رأي. يبقى انت كده يعني المفسدين في الارض، يعني زي المفسد. يعني ده حتى وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. ما حدش قال ان العنف بيحل المشاكل. دايما الكلمه، والكلمه هي ليست كلمه تحريضيه، ولكنك كما تريد حقك الآخرين يريدوا حقوقهم. والسواد الأعظم من الشعب المصري يريد أن يبقى على مكتسباته وكل إنجازات هذا الرجل الذي صنع لنا ما لم يصنعه غيره من الرؤساء. هذا الرجل الذي صنع مصر جديدة ليس كشخص، ولكن هو رمز للوطنية والإخلاص. وأنا واحد من الناس أكن كل الاحترام لهذا الرئيس الذي يتهجمون عليه هؤلاء الشرذمة وضعاف النفوس المأجورين. يعني مثل بسيط جدا: لما يبقى واحد اسمه شريف عثمان ضابط في الجيش من سنة 2006 أو 2003، كان طالع بعثة في أمريكا ويطفش، كان ضابط وراح بعثة أمريكا القوات المسلحة بعتها، فيتجند من المخابرات. ما هو عمره ما هيدعو. انت خلاص يعني في ناس كتير عايشة في أمريكا ما بتتكلمش، لكن انت ضابط طالع بعثة، يعني بالعقل والمنطق. واحد طالع بعثة لبلد بره، وأثناء البعثة طفش. يعني في ناس من المخابرات كلمته، المخابرات طبعا بتاعت أمريكا كلمته، والناس جندته. هو طفش قاعد هناك وخد فلوسهم ضعيف النفس وجندوه علشان خاطر هم والحزب دي بالذات الديمقراطي همه الأول وشغله الأول هو تدمير مصر. احنا فاكرين أوباما والحرب الناعمة
فوضى الخلاقه ومش عارف وكده. والحزب الديمقراطي طبعا احنا شايفين يعني حتى الوطن العربي كله بيكرهوا كلمه اسلام، بيكرهوا كلمه عرب، بيكرهوا اي كلمه فيها وحده عربيه او امه عربيه. عايزين ياخدوا خيرنا، يموتوا الناس اللي اعدانا، رؤساء زي صدام، زي القذافي، زي كل الناس دي عايزين يموتوها. عايزين يدمروا البلاد زي اليمن، زي سوريا، زي ليبيا، زي العراق، زي كده. يخلقوا الفتنه، عايزين يخلقوا الفتنه في مصر ويخلقوا انقلاب في مصر. متى يكون لبلد لا تعرف بطريقه حوار سليمه ان تصل لحكم سليم؟ الثوره، احنا جربنا الثوره شفنا ان كان فيه فوضى، شفنا ان كان فيه دمار للبلد، شفنا ان كان فيه سرقه، شفنا ان كان فيه خطف، شفنا ان كان فيه قطع طرق، شفنا ان كان فيه كهرباء، شفنا مقطوعه، شفنا ان كان ما فيش غاز ولا انبوبه، شفنا ما كانش فيه امان، شفنا الناس كانت بتخطف وبتسرق ويحرقوا ويدمروا ويفجروا. شفنا الحاجات دي كلها يعني. وتهديد سافر من هؤلاء الاشخاص لينا. ازاي يكون ناس زي كده، عاوزين استقرار وامان للبلد؟ مفيش محال ان المنطق يقول انا عايز ارجع لقطع الكهرباء، لا عايز ارجع لقطع الكهرباء، ولا عايز ارجع لقطع الطرق، ولا عايز ارجع للغاز اللي بيتقطع، ولا عايز ارجع للأنبوبة الغاز اللي ما كنتش لاقيها، ولا للأسعار، ولا للفوضى، ولا عدم الأمان، ولا عدم التحرك والنوم من المغرب في البيت زي الفراخ. لا، أنا عايز حرية وأمن وأمان زي ما أنا عايز دلوقتي. عايز أحس إن بلدي محدش عارف يكلمها من قوة عشان قوتها، محدش يقدر يكلمها عشان قوتها، محدش يقدر يتدخل في أمورنا عشان قوتنا. وإحنا لنا جيش، أسلحته قوية، بقت أسلحته قوية، لينا كيان، لينا بنية تحتية بدأت تنبني بطريقة قوية، لينا دعم، لينا مصانع كبيرة، اكتشافات عظيمة، مشروعات كبيرة اكتشفت، مدن وعواصم وطرق وقطارات ومتروهات ودنيا. لا، الدنيا اتغيرت، بقت حاجة تانية خالص. يعني يحاول الغرب أن يسقطنا ويوقعنا، بأن يفعل حرب علينا خارجية حتى لإسقاطنا وإسقاط اقتصادنا. دي خطط ممنهجة وخطط ماسونية معروفة لإسقاط الدول العربية وإسقاط النظام الإسلامي العالمي بهذه الحروب اللي مدفوعة الأجر من بعض الأنظمة وبعض الناس المأجورة اللي بتحاول هدم كل ما هو إنساني وسرقة الشعوب وسرقة ممتلكات الشعوب. لن نعود إلى هذا أبدا. نحن متماسكين، نحن نحب بلدنا، نحن ننتمي بقوة إلى رئيسنا وإلى دولتنا وإلى مكتسباتنا، ولن نعود إلى الوراء مرة أخرى. ولا يهمنا ماذا ينشر، ولا يهمنا ماذا يقال من هؤلاء الضعاف، ولن تلبى دعوتهم. وأنا أقول عن نفسي، أنا لو شفت واحد نازل الشارع ضد البلد أو ضد النظام أو ضد الرئيس، أنا عن نفسي مش هسيبه. أنا عن نفسي مش هسيبه في الشارع. أنا بتكلم عن نفسي، وكل من يؤذرني هو معي. أنا لو لقيت واحد أنا هقعد في بيتي، لكن لو لقيت أي حاجة مش هسيبه. لا يعمل، هعمل فيه زي ما هو عايز يعمل في بلدي، هعمل فيه. وربنا ينصر مصر، وتحيا مصر وجيش مصر ورئيس مصر، ويعيش الاستقرار والأمن إلى مصر أبدا أبدا. شكرا لحضراتكم، وأرجو تكون رسالتي واضحة للجميع. شكرا. السلام عليكم.